وبيرجع دان لبيته وبيحضن أمه، وهي بتقول له آسفة لأني ما قدرتش أمنحك حياة أفضل. فبيقول لها بابتسامة: أنت اديتيني كل حاجة يا ماما. وفجأة الباب بيخبط، وبيكون والد لينا ولينا جايين يشكروه عشان أنقذ حياته. ومامة دان بتعزمهم على العشاء، ولينا بتمسك صباع دان بخجل، ووالدها مبسوط بالأكل جدا، وبيقرروا يفتحوا مطعم كلهم سوا. وفي يوم دان وهو داخل المخزن بيلاحظ إبريق عليه علامة تنين، فبياخده ويخرج للشارع. وفجأة بيظهر لونج، وبيفهم إن الحارس رجعه عشان دان، وبشرط إنه يخدم 10 أسياد جدد. فدان بيحضنه وبيقول له شكرا يا لونج، ولونج كمان بيشكره. وأمه بتشوفه بيحضن الهوا بس بتسكت، وبيودعوا بعض في لحظة مؤثرة جدا. والفيلم بيعلمنا إن الصداقة والعيلة أهم بكتير من الفلوس والذهب، وإن اللحظات الحلوة اللي بنعيشها مع الناس اللي بنحبهم ملهاش تمن، ومش ممكن تتقاس بمال. برشح لك الفيلم ده لأنه ممتع وخفيف ومليان إحساس، وفيه رسالة جميلة فعلا تستحق إنها تتشاف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في الفيديو القادم. سلام.